اهلا بيكم في كلام الهام. بنشوف كتير رجاله حوالينا كده في منتهى اللطف والرقه، ومع ذلك تلاقيهم دايما ملهمش حظ مع البنات، وتلاقيهم دايما وحيدين ما عندهمش واحده في حياتهم مرتبطين بيها. ويرجع هو نفسه الشخص ده يقول طب ليه بيعملوا كده، ليه بيبعدوا عني وانا لطيف جدا معاهم وما بعملش اي حاجه غلط تضايقهم. الحقيقه هي دي الحاجه اللي تضايق، ان انت على طول لطيف وما بتعملش حاجه تضايقهم. المشكله مش في ان انت لطيف، المشكله ان انت لطيف اكتر من اللازم، ودي حاجه بتضايق الستات شويه وبتضايق البنات وبتقفلهم تماما من الشخص اللي قدامهم. والحقيقه المشكله دي مش بس بتكون مع البنات اللي هو بيحاول يتعرف عليهم او يرتبط بيهم، لا، ممكن تكون الحكايه دي مع حد من صحابه او مع مديره في الشغل او حد من الاصدقاء المقربين ليه. شويه وبيلاقي الشخص ده بيقفل منه وبيبعد عنه، وهو فاكر ان هو شخص لطيف وما ينفعش ان حد يبعد عنه. والمشكله زي ما قلت مش ان هو لطيف، لا، ان هو لطيف اكتر من اللازم. طب ايه المشكله؟ المشكله ان هو لما بيبقى لطيف اكتر من اللازم ده بيخلي حته الرجوله عنده فيها نقص شويه. وطبعا ما فيش حد بيحب ابدا الشخص ده، بيحب الشخص اللي يثبت كده ان هو عنده رجوله شديده، وان هو مش طري كده زي ما احنا بنسميها، سوري يعني في اللفظ. هو ما عندوش الجزء ده، وبيحاول يلقي اللوم على حته ان هو لطيف وان هو ده بيعمل اللي يقدر عليه. واحده من اهم مقومات الرجوله اللي لازم تتوفر في الراجل ده عشان يبقى حامش كده ومالي عين البنت اللي قدامه، هو انه يحط حدود للعلاقه بينه وبين البنت دي. الراجل اللطيف زياده عن اللازم ده ما بيعملش الحدود دي خالص، بيسيبها كده مفتوحه على البحري. يعني مثلا لو البنت دي عملت حاجه غلط ولو حتى شتمته ما يعملش اي حاجه، بيدور وشه الناحيه التانيه ولا كأن حاجه حصلت، وبيسامحها كتير قوي على كل موقف تعمله. وموقف على التاني بيخلي البنت اللي قدامه دي تتجرأ عليه وتعمل اكتر واكتر، ما هو خلاص مفيش اي رد فعل منه، وبالتالي شويه بشويه بيبتدي هو نفسه يقل في نظرها، وهي بتزيد وتزيد في الموضوع. هو بيعمل كده فاكر ان هو بيحافظ على العلاقة دي وبيحافظ عليها جوه حياته. هو لازم يعمل كده عشان يحسسها ان هي غالية عنده، ان هي ليها قيمة. اطلاقا، الموضوع بيجيب نتيجة عكسية. زي ما قلت كده هيبتدي يقل في عينها شوية بشوية ومش هتحس ان هو راجل. التصرف الصح ان هو يجيبها كده ويقعدها قدامه ويقول لها ان انت عملتي 1 2 3 غلط، ما كانش ينفع تعملي الحكاية دي، وان انت بتصرفك ده بتخلي العلاقة بينا ممكن تفشل، وشويه بشويه انا نفسي هبعد عن العلاقه دي تماما ومش هتلاقيني موجود. المشكله ان الراجل اللطيف اكتر من اللازم ده ما بيكونش عنده القدره ان هو يبعد. والله ايا كان اللي هتعمله البنت دي هو لازق في العلاقه وعاوز يقعد فيها، ما عندوش القدره ان هو يبعد عنها. فبالتالي زي ما انا قلت يبتدي يقل في نظرها شويه بشويه، والعلاقه هتبوظ برده لان هي ما حسيتش ان هو في الحاجه اللي هي بتدور عليها، وان هو يبقى راجل كده ويشكمها زي ما احنا بنقول. طبعا مش المعنى الحرفي لكلمة يشكمها يعني، لكن الست بتحب تحس ان الراجل ده عنده نقطة قوة كده بيخليها هي اللي دايما خاضعة ليه، مش هو اللي خاضع ليها. دي حاجة كويسة مش حاجة وحشة ابدا. وهنا هو هيبقى قدر يخلط بين الناحيتين، ان هو يكون شخص لطيف وفي نفس الوقت يكون شخص حازم حمش، يفهمها بمنتهى الهدوء كده الغلط كان فين بالظبط، ويفسر لها ليه ممكن رد فعله يبقى مش كويس ومش هيعجبها، لكن بدون عنف تماما، لان العنف هيعمل نتيجة عكسية برضو، هيخليها تحس ان هو انسان مش مستقر نفسيا، وان هو بيعبر عن كل انفعالاته بالزعيق، وهيخليها تخاف منه. الصح ان احنا نمسك العصايه من النص، تكون راجل لطيف ووقور كده وفي نفس الوقت تكون حمش، توصل وجهه نظرك للبنت اللي قدامك لكن بدون عنف وبدون ما هي تاخد عليك حاجه او تشوف ان انت عصبي وان انت تصرفاتك في المواضيع مش راسيه كده وعاقله. وما نخافش ابدا ان تصرفنا الحمش ده ممكن ينهي العلاقه، لان لو ما كنتش كده زي ما انا قلت هتبتدي هي تحس ان مش ده الشخص اللي هي عايزاه، وان هو شخص طري شويه، والعلاقه هتبوظ برده. كونه يبقى شخص لطيف اكتر من اللازم دي برده حاجه وحشه عليه هو، لان هو كل ما بيدي اكتر بالشكل ده واللي قدامه بيقابل اللي هو بيعمله ده بالجحود، هو بيبتدي يزهق ويحس ان العلاقه دي ما فيهاش الاحاسيس اللي هو بيدور عليها وعاوزها. او من ناحيه تانية من وجهه نظرها هي بقى هتيجي في نقطه معينه ومش هتستحمل ابدا ضعف شخصيته بالمنظر ده، هتحس ان هي اللي قدامها ده مش مديها الاحساس ان هي انثى، لا، هو دايما محسسها ان هي ممكن تعمل ما بدلها وان هو هيغفر لها كل حاجه، وبالتالي بتبتدي تدريجيا تحس ان هي مش محترماه وان هو كده يعني طري شويه. يبقى انتوا عشان تلموا الدنيا دي في ايديكوا كرجاله يعني بتعملوا ايه؟ تعمل خليط كده ما بين الشخص اللطيف والشخص الحمش، تبين لها الغلط لكن في نفس الوقت بطريقه فيها هدوء من غير عنف، بالراحه كده نقعد ونقول 1 2 3 عملتي كذا وده ما كانش صح، ولو اصرت على اللي هي بتعمله وقررته بتوضح لها ان ده معناه والنتيجه بتاعته هتبقى فشل العلاقه، وان انت اكيد في وقت من الاوقات هتبعد عنها وتسيب لها الدنيا دي خالص. هنا تبتدي تحس شويه ان انت حمش كده وتبتدي
تراجع نفسها وتبتدي تمشي على الحدود اللي انت حطيتها بنفسك. كمان الشخص اللطيف ده عشان يبقى لطيف اكتر من اللازم بيخلي الست او البنت هي اللي تاخد القرارات دايما، وبيفتكر ان هو كده بيقرب منها اكتر وان هو بيديها مميزات اكتر، فبالتالي تحس بنفسها. الحقيقه الحكايه دي بتغيظ البنات جدا، يعني بتعمل نتيجه عكسيه عن اللي انت تقصدها خالص. الست مهما كانت قوتها هي عايزه دايما تحس ان في راجل هو اللي سايق الدنيا وان هي ماشيه وراه، تقول رأيها وتشاوروا بعض، لكن في النهاية الرأي بيكون رأي الراجل، ولازم الست تحس بكده ان في النهاية رأي الراجل هو اللي بيمشي. وده مش معناه ان هو يكون راجل مستبد بقى وحتى لو رأيه غلط يمشيه، لا، زي ما قلت نعمل خليط لطيف كده بين الرجولة والحمشنة كده وبين ان انت تبقى شخص لطيف، لكن في كل الاحوال ما تبقاش لطيف اكتر من اللازم. واتمنى اكون فدتكم، واي حاجة قلتها دلوقتي ساعدت اي حد فيكم ان هو يحط رجله على بداية الطريق الصحيح. واستنوني في الحلقة الجاية من كلام إلهام.